هذا هو بن كيران، رئيس الحكومة اللي باع جافيل وكيخاف يبات في الزنقة. عبد الإله بن كيران بدا حياته بدراسة الفيزياء وتخرج في 1979 وخدم أستاذ. ولكن في الثمانينات ضاق طعم الاعتقال، ومن بعد قرر يخلي التدريس ويدير مشاريع في التعليم الخاص وفي مجال الطباعة، وجرب حظه حتى في صناعة مواد النظافة ودار نوع خاص ديال جافيل. في واحد المرحلة ملي تعتقل مع الشبيبة الإسلامية كان قدامه جوج اختيارات صعاب، يا إما يتحمل التعذيب يا إما يعترف. ولكن ما قدرش يصبر على التعذيب وبدا يعترف. بن كيران بطريقته المعهودة والساخرة كيقول: ما عنديش دار في سميتي، ساكن مع مراتي وكان خاف تطردني. من غير السياسة كان عنده شغف كبير بالموسيقى، كيحب يسمع لأم كلثوم، فيروز وعبد الحليم حفيظ، وكان كيغني في الدار وحتى في الكورال أحياناً. ولكن منين دخل العالم الإسلام السياسي خدا مسافة من هذه الهواية، وما كيخبيش كيقول بوجه مكشوف: بعض المرات كنكذب، وفي مرات كتيرة الصحافة كتكذب في حقي وكتخرج الإشاعات. خروج بن كيران من رئاسة الحكومة خلى فيه جرح كبير وجعلو يهضر بزاف، وهضرته هذه دفعته لبزاف ديال التناقضات في السنين الأخيرة.